السعوديين عندهم اهتمام كبير جدا بمصر بالشراء، ومؤخرا كنا في الدوحة اكتشفنا برضو ان هم لا يعني حابين الاستثمار في مصر قوي. فعشان كده بقول لك الخلايجة ان جنرال مهتمين قوي بالاستثمار هنا في مصر. اكتر منتج بيتباع بره زي يعني، لا هو بيختلف من بلد لبلد فعلا. يعني مثلا بتلاقي ان في السعوديه مثلا بيدوروا اكتر في الشتاء بيدوروا في العاصمه الاداريه. العاصمه منتج متسوق كويس جدا 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 في الخليج، سبيشالي في السعوديه. لما الصيف بيقرب بيبداوا يدوروا في الساحل. وانا هنا بتكلم على الجنسيات السعوديه. الامارات هتلاقيه دايما بيدور في الساحل نمبر 1 ويجي وراه اي حاجه تانية. قطر ابتدى يدور في الساحل. احنا ما عملناش قطر غير مره واحده لان كانت مقفوله بقى لها سنين، ويمكن الحمد لله احنا كنا اول ناس رجعنا نشغل معارض مصريه في قطر. بيدوروا في الساحل بشكل كبير جدا. بصراحه التطور اللي حصل في مصر في العشر سنين اللي فاتوا ما بين العاصمه الاداريه والساحل الشمالي غير شكل الاستثمار العقاري في مصر كله. فبقى بره بيدور على البرودكت الجديد الحلو اللي يقدر يثق في المطور بتاعه.